أول قرار من محمود الخطيب بعد هزيمة الأهلي. اتخذ رئيس محمود الخطيب أول قرار داخل الأهلي عقب الخسارة المفاجئة أمام طلائع الجيش في الدوري. وبحسب مصادر داخل النادي، أبدى الخطيب حالة غضب شديدة من أداء الفريق والنتيجة، وقرر توقيع عقوبة مالية على اللاعبين بخصم 10% من قيمة عقودهم بسبب الأداء الضعيف في المباراة. كما طالب رئيس الأهلي الجهاز الفني بقيادة المدرب ياس توروب بضرورة تصحيح الأخطاء سريعاً واستعادة الانتصارات، خاصة مع ضغط المباريات المقبلة والمنافسة القوية على لقب الدوري. الخلاصة: الخسارة أمام طلائع الجيش فجرت حالة غضب داخل الأهلي، وأول رد فعل إداري كان عقوبات مالية على اللاعبين وتحذير شديد للجهاز الفني قبل المباريات القادمة.